يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اتكلم معاك في توبيك مهم جدا. انا بعتبره صراحه من اكتر التوبكس اللي المفروض لازم نتكلم فيها. والتوبيك ده عشان نستوعبه تعالى نعرض كده مشكله بسيطه جدا ممكن تقابلنا. فلنفترض دلوقتي انا وانت شغالين على بروجكت زي البروجكت اللي قدامي ده، وبالفعل خلاص خلصت البروجكت، عملت تيست، اتاكدت ان كل حاجه شغاله بشكل سليم والدنيا كويسه حتى الان، وبعت بالفعل البروجكت ده للعميل والعميل بدا يستخدمه. طبعا في بعض الاوقات وارد ان العميل يقابل مشاكل ما قابلتكش انت، ده شيء طبيعي جدا وبيحصل. ايوه بنحاول نقلل الموضوع ده على قد ما نقدر، لكن حاجات زي كده بتحصل يعني. وانا مش جاي اتكلم عن المشكله دي بالتحديد، لا انا جاي اتكلم عن مشكله تانية ليها علاقه بالموضوع ده، الا وهي ان في بعض الاوقات العميل بيبتدي يعمل تيست للبروجكت، بيشتغل عليه عادي جدا وبيقابل مشكله. المشكله دي ما بتظهرش معاك انت ابدا، يعني هو بيقول لك خلي بالك انا لقيت مشكله في عمليه انشاء حساب، فانت تيجي تعمل تيست للموضوع تلاقي الموضوع شغال، لكن العميل بيقول لك ان الموضوع مش شغال، فبالتالي هو في مشكله اكيد، وممكن يبعت لك سكرين شوت كمان ياكد لك ان في مشكله. لكن لما انت بتيجي تعمل تيست المشكله مش بتظهر، وده وارد جدا ان يحصل، لان في بعض المشاكل اللي بتظهر عند ايدج كيسز معينه محتاجه سيناريو وستيبس كده لازم تحصل ورا بعض عشان المشكله دي تظهر، فبالتالي انت مش عارف الخطوات دي، وما تتوقعش ان العميل يقول لك الستيبس اللي ماشي عليها عشان يوصل للمشكله، هو ممكن ما يكونش فاهم الكلام ده. وطبعا المشكله دي مش بس بتواجهك انت وانا، لا دي بتواجه كل الديفلوبرز، دي مشكله معروفه يعني. عشان كده بدات تظهر بعض التولز اللي ممكن نستخدمها عشان تحل المشاكل دي. وهنا بقى بنلجا لحاجه اسمها الايرور تراكنج. الايرور تراكنج دي طريقه فعلا بتساعدنا ان احنا نحل المشكله دي. بس طبعا قبل ما ابتدي واتكلم ازاي ممكن نطبق الكلام ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس وتقولي رايك في الاخر في الكومنتس. تعالى بقى نبتدي نتكلم عن الايرور تراكنج. الايرور تراكنج بكل بساطه يا شباب هي عباره عن تول، التول دي بتشتغل وقت ما التطبيق بتاعك بيكون مش في عمليه الديفلوبمنت، هو ممكن يشتغل في عمليه الديفلوبمنت، لكن الطبيعي يعني ان انت بتشغل الايرور تراكنج في وقت الريليز اللي هي خلاص النسخه مع العميل اساسا مش معاك انت، فبالتالي المشاكل اللي هتظهر عنده هتتسجل عندك انت في داشبورد كده هنبص عليها كمان شويه، بيبقى فيها كل المشاكل بقى، زي مثلا المشكله دي ظهرت فين، سبب المشكله. فطبعا ده بيديك يعني كنترول اكبر بكتير على ان انت تعرف فين مكان المشكله وايه سبب المشكله. فحتى لو ما ظهرتش معاك وانت بتعمل تيست ومش عارف الستبس اللي المفروض تمشي عليها عشان تظهر المشكله دي وتحلها، فانت على الاقل بقيت عارف مكان وسبب المشكله فتقدر تحل المشكله. فتعال بقى نتكلم عن الطرق اللي ممكن نطبق بيها الكلام ده. عشان نطبق ايرور تراكنج ففي اكتر من طريقه صراحه، لكن انا شخصيا بحب سنتري من الحاجات اللي ممكن نستخدمها مع فلاتر عشان نطبق موضوع الايرور تراكنج. طبعا مش بس سنتري، في حاجه اسمها فايربيز كراش اناليتكس اهو برضو ممكن تستخدمها عشان تطبق الموضوع ده. لكن زي ما قلت لك انا بحب صراحه سنتري اكتر، لان سنتري لطيفه جدا في الاستخدام، سهل جدا ان انت تبتدي وتستخدمها اساسا، الى جانب ان انت ممكن تحتاجها برضو لو هتستخدم باكج اسمها بيتر فيدباك اللي هو بتدي امكانيه لليوزر ان هو يبعت لك فيدباك، فبتستقبلها برضو في السنتري داشبورد. فلطيفه جدا يعني وسهله، والفري فيرجن بتاعها ممتاز، يعني على الاغلب انت الفري فيرجن هيكفيك، الا لو انت مطلع تطبيق مليان مشاكل وقتها فعلا مش هيكفيك. لكن البديهي يعني ان التطبيق بتاعك بيبقى معمول له تيست كويس والدنيا كويسه جدا، فحتى لو في مشاكل ظهرت ما بتكونش كتير، فبالتالي هتفضل دايما جوه الفري فيرجن. فطبعا دلوقتي تعالى كده نجرب نستخدم سنتري. الموضوع ابسط مما تتخيل، حرفيا مش هناخد دقايق في ان احنا نخلص الموضوع ده. اول حاجه ببتدي واعمل جيت ستارتد علشان بس اعمل اكونت في المكان ده. فممكن دلوقتي تعمل اكونت سواء هتسجل هنا او تستخدم جوجل جيت هاب او ايا يكن يعني الحاجه اللي انت هتستخدمها. فانا هنشئ اكونت دلوقتي باستخدام جوجل وارجع لك. زي ما انت شايف ان دلوقتي بدات ريجستر باستخدام جوجل، هو عادي. هعمل كونتينيو، هقول له نيو اكونت، هو بيقول لك يعني ان مفيش اكونت بالاسم ده قبل كده، فبالتالي هتبتدي تنشئ نيو اكونت، فهقول له تمام. بيطلب منك هنا بعض البيانات منها الاورجانيزيشن نيم هي ريكوايرد، اكتب اسمك. انا في الحالات اللي زي كده بكتب اسمي وخلاص يعني. بعد كده الداتا ستورج ممكن نختار امريكا، بعد كده اجري، بعد كده نو انا مش عايز اي ابديتس، واعمل كونتينيو هنا. زي ما انت شايف هو كده خلاص تم انشاؤه بالفعل. بعد كده بيقول لك هنا شويه حاجات ممكن تعملها، انا هعمل سكيب وكده خلاص. انا كده خلصت عمليه انشاء حساب. زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا، خطوات بسيطه وسهله. كل اللي مطلوب منك بقى دلوقتي ان انت لو عندك بروجكت عايز تبتدي تربطه بسنتري، بتروح تعمل كرييت بروجكت اهو، بتضغط على كرييت بروجكت كده، بيقول لك ايه نوع البروجكت اللي انت هتبتدي تنشئه. فانا طبعا هختار فلاتر، هي طبعا ممكن يتم استخدامها مع حاجات كتيره جدا، لكن في الحاله دي انا هستخدمها مع فلاتر. بعد كده هنا بيقول لك
set your alert frequency، يعني من الاخر كده كل قد ايه يقول لك ان في مشكله. وبعد كده هتلاقيه مديلك اكتر من اختيار ممكن تعمل سيلكت الواحد فيهم. اول واحد بيقول لك ان انت ممكن تعمل لي alert me on high priority issues، يعني لو في مشاكل high priority اعمل لي alert على طول، مش لازم تتكرر مثلا والكلام ده، لا اول ما تظهر اعمل لي alert. عشان كده انا هسيبها زي ما هي. لكن عامه برضو عندك خيار تاني اللي هو لو عندك مثلا مشكله ظهرت عدد معين من المرات ممكن تبتدي تعمل لي alert، فاهم؟ يعني انت ممكن تتحكم في النقطه دي، اللي هو مش عشان المشكله ظهرت مره واحده فتعمل لي alert، لا، لو المشكله مثلا ظهرت 10 مرات حاجه زي كده فابتدي اعمل لي alert. وكمان هنا ممكن تحط التايم اللي هو الوقت اللي هتظهر فيه المشكلة دي، يعني ظهرت 10 مرات في خلال مثلا 30 يوم، في خلال مثلا أسبوع، وهكذا. يعني عندك كنترول على الحاجات دي، فده شيء لذيذ جدا، بس أنا في الطبيعي بسيبها بالمنظر ده. بعد كده هتكتب هنا اسم البروجكت، فنفترض إن أنت شغال على أي حاجة، أنا هكتب هنا تيست وخلاص. وبعد كده create project. هيبتدي هنا بقى يقولك الستبس اللي هتمشي عليها عشان تربط سنتري بالبروجكت بتاعك. ابسط ما يكون، كل المطلوب منك هنا ان انت تعمل امبورت للباكج، فهعمل كنترول سي كده واروح على الكود بتاعي اعمل امبورت للباكج. كده خلاص خلصنا اول نقطه، تمام جدا. نرجع بقى هنا دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي المفروض ان انت هتضيف الكود ده جوه المين فانكشن بتاعتك. فانا هاخد الكود زي ما هو كوبي كده، هو هنا حاطط الران اب اهي، فانا هاخد الكود ده زي ما هو كده كوبي، واجي عندي في البروجكت اجي على المين فانكشن كده امسح دي واحط مكانها الكود ده. طبعا هخلي المين فانكشن تبقى async، وبعد كده اعمل import للسنتري فلاتر. تعالى نقفل دي كده ونعمل import هنا، وبعد كده الران اب هحط فيها اسم الويدجت بتاعتي اللي هي المين اب، وبس كده الموضوع انتهى. طبعا الدي اس ان اللي موجوده في المكان ده بتبقى حاجه يونيك خاصه بيك انت، يعني ما ينفعش تستخدم اللي انا مستخدمها هنا. هو هتلاقيه طبعا كده كده عاملها لك، يعني انت بتاخد دي كوبي زي ما هي، دي هتلاقيها مميزه بالنسبه لك انت، فبالتالي هتاخدها كوبي زي ما هي، مش هتعمل اي حاجه عامه. المهم دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ ممكن نمسح دي، ملاش اي لازمه. دي يعني خصائص تانية ممكن تستخدمها، انت كده كده مش مهتم غير بالايرور تراكنج. لو مهتم برضه بحاجات تانية زي مثلا البرفورمانس والكلام ده، ممكن بقى وقتها تبتدي تهتم بالاضافات اللي موجوده في المكان ده، لان خلي بالك الحاجات دي ممكن تساعد ان انت تطلع بره الفري فيرجن بشكل اسرع. عشان كده حتى لو هسيب واحده منهم مثلا بخليها حاجه قليله جدا، يعني بخليها قيمه قليله كده علشان ما تأثرش قوي على موضوع الفري فيرجن. لو حبيت تعرف عن الموضوع ده اكتر فممكن مثلا هنا نكتب سنتري برايسنج، اعتقد هنلاقي بعض المعلومات عن الموضوع ده يعني عشان تستوعب كلامي اكتر. فزي ما انت شايف ده كده البرايسنج بتاع سنتري، عندك هنا ده الفري فيرجن اهو. ممكن تسكرول كده لتحت شويه تشوف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. زي ما انت شايف ده كده مثلا الفري عندك 5000 ايرور، وعندك تفاصيل تانية مش مهتم بيها، اللي انا مهتم بيه الايرور مونيتورنج بس، فده اللي فارق معايا. لكن اي حاجه تانية مش مهتم بيها، فبالتالي انا مش بهتم بالتفاصيل الموجوده في المكان ده، لان ممكن تستخدمها تخليك تطلع بره الفري فيرجن بشكل اسرع. لان 5000 ايرور فده رقم كبير مش رقم صغير، يعني اعتقد هيكفيك في الشهر. وركز معايا ان ده على كل البروجكتس، انت كده كده عندك unlimited projects ممكن تعملها، بس ال 5000 ده جامع كل البروجكتس في خلال الشهر، يعني مش مثلا كل بروجكت لوحده، لا، انت عندك كل البروجكتس اللي عاملها ليه كود 5000 ايرور فقط، ما عندكش اكتر من كده. اكتر من كده على طول هتطلع بره الفري فيرجن، ممكن بقى تبتدي تشوف حاجه زي كده. المهم تعالى بقى نرجع نكمل على الكود بتاعنا. دلوقتي تعالى نعمل رن عشان نتست الموضوع ده. هو كده خلاص خلصنا، انا برغي معاك في كلام ملوش علاقه بالكود لان احنا خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالكود. موضوع ابسط ما يمكن لكن بيحل مشكله فعلا رهيبه يعني. لكن دلوقتي بقى اي مشكله هيقابلها العميل هتلاقيها على طول اتسجلت عندك في الداشبورد هنا. يعني هنا طبعا لو عملت سكرول كده لتحت، هنا take me to issues هتضغط عليها، هيقولك على الاغلب لسه مفيش اي حاجه ظهرت معاك، يعني هنا مفيش مشاكل. هنعمل نيكست، هنا نيكست تاني. بعد كده هو مستني اول مشكله تظهر عشان يبتدي ياخدك للايرور، تمام؟ لازم في مشكله تظهر، عشان كده هو حاطط لك الميثود دي اللي بترمي اكسبشن، وانت بعد كده بتكاتش الاكسبشن ده عشان تعمل تيست يعني. تعالى كده نجرب الموضوع. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي جوه الماتيريال اب كده واحط الكود ده، احط التراي زي ما هي كده، وفي المكان ده مثلا اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه ترمي لي اكسبشن. يعني مثلا ممكن اقول ايه؟ تعال نقول عندنا int nullable مثلا number، وبعد كده هقول مثلا int result
هيساوي نمبر، واكد ان هو مش بنال بلس 1. طبعا الكود ده المفروض ان هو هيرمي معايا اكسبشن على طول، بس انا هكاتش الاكسبشن اهو وهبعته لمين؟ لسنتري. فتعالى كده ناخد دي زي ما هي كده، نعمل لها extract as a method عشان نستدعيها في المكان ده. هسميها test error. طبعا مش لازم نعمل لها await، مش مهتم بالاويت اصلا. وتعالى في المكان ده نحط async. ماشي كده زي الفل. المفروض دلوقتي لو عملنا كنترول اس فخلاص هي اشتغلت بالفعل، وعلى الاغلب رمت الاكسبشن، فالمفروض هيظهر معايا في المكان ده اهو. قال لك هنا take me to my error. شايف ظهرت معاك، ما كانتش ظاهره من شويه. فتعالى نضغط عليها كده ونشوف بقى المنظر عامل ازاي. يعني هتلاحظ ان هو بيقول لك عندك هنا type error null check operator used on a null value، يعني قايل لك اسم الايرور بالظبط. تاني حاجه بيبقى قايل لك المكان كمان، يعني مش بس هو بيبقى قايل لك الايرور، لا ده كمان بيبقى قايل لك مكان الايرور. يعني بص هو هنا بيقول لك اهو main dot dart، الايرور حصل فين؟ في المين دوت دارت. فيعني الموضوع واضح جدا. at line 3426 تقريبا، وكاتب لك هنا تيست سنتري ويز فلاتر، ده اسم البروجكت. فيعني بص موضح لك جدا المشكله حصلت فين، في المكان وفي اللاين كمان. طبعا اللاين مش بالضروره تعتمد قوي عليه، لكن بما انك عرفت المكان وعرفت كمان اسم الاكسبشن فخلاص تقدر تستنتج المشكله حصلت فين. ما هو المكان ده الوحيد اللي فيه knowledge check operator موجود في الفايل ده، واضح ان هو ممكن يرمي اكسبشن فعلا. فزي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا. طبعا في نقطه مهمه اخيره محتاج انبه عليها، عشان انا عارف اللي بيجي يستخدم سنتري لاول مره بيتلخبط من النقطه دي. انت مش محتاج تعمل اي حاجه زي كده خالص، انت خلاص عملت الموضوع لما عملت الكود اللي موجود في المكان ده، بس ده كل المطلوب منك، مش مطلوب منك اي حاجه تانية. كل الايرورز اللي هتحصل مش معمول لها كاتش عندك في الكود هتتبعت على طول على الداشبورد هناك، انت مش مضطر تعمل اي حاجه تاني. اللي انا عملتها من شويه دي كان الهدف منها ان انا اتست الموضوع بس مش اكتر. النقطه الاضافيه اللي ممكن تعملها ان انت تتشيك الاول هل انت في ريليز مود ولا في الديفلوب مود، لان انت دلوقتي عارف ان المفروض الايرور مونيتورنج يحصل وقت الريليز مش وقت الديفلوبمنت. وقت الديفلوبمنت اكيد في مشاكل بالعبيط هتظهر معاك، فمش منطقي ان انت تستقبلها كلها في الداشبورد هنا، مش منطقي خالص. ده انت كده هتعدي الفري فيرجن في ثانيه. فعشان كده المفروض في المكان ده اساسا تعمل اف كونديشن، هتحط اف كونديشن هنا وتتشيك على الكي ريليز مود. لو كان بالفعل في الريليز مود اعمل لي المنظر ده، ما كانش في ريليز مود اعمل لي الران اب العاديه خالص اللي هي بالمنظر ده، وانتهى الموضوع على كده. فدلوقتي وقت الديفلوب مود انت شغال في المكان ده، وقت ريليز مود انت شغال في المكان ده. طبعا الفاريبل ده مش انا اللي انشاته، ده ليه علاقه بفلاتر، هو على طول بينديكيت انت حاليا شغال فين، فده ممكن تعتمد عليه في النقط اللي شبه كده بس. فالموضوع بسيط جدا يعني. وبكده يكون الفيديو ده انتهى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.